يعني بيان ان برضو معايا مداخله خاصه النهارده كان في خبر رفع الايقاف عن رمضان صبحي، الحين طبعا يعني بيان ان تبان العينه الاخيره اللي حصلت لرمضان صبحي واخدها الحقيقه، لكن بعد جلستي الاستماع النهارده تم رفع الايقاف الخاص برمضان صبحي وهيلعب في مباراه بيراميدز. ولسه طبعا هتكلم عن بيراميدز يا كابتن، وجود رمضان صبحي هل هيؤثر ايجابيا على فريق بيراميدز؟ انفراد وعلى مسؤوليتي الشخصية عودة رمضان صبحي مرة تانية للمباريات وبقرار رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. طبعا سمعتوا في أول الفيديو إن رمضان صبحي اترفع عنه الإيقاف لأن نتيجة التحليل طلعت سلبية. يعني الناس اللي بتطلع تفتي وتهري في كلام على الفاضي وكلام وشريط محروق وكلام أصلا لا يودي ولا يجيب، بتطلع بتتكلم مش بالمنطق وبتقول إن رمضان صبحي بيتعاطى منشطات. ده يثبت ان رمضان صبحي بعد التحليل ما طلع سلبي وتم رفع الايقاف عنه، رمضان صبحي مش بيتعاطى اي منشطات وهيرجع مرة تانية ويلعب في بيراميدز. ورمضان صبحي هيشارك بشكل اساسي في اول مباراة هيخوضها بيراميدز الماتش اللي جاي. طيب، الناس اللي طلعت تقول ان رمضان صبحي طبعا عينة التحليل اتبدلت وعينة التحليل مش عارف عملت ايه، انا في اول الفيديو نزلت لك ان رئيس الهيئة او رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هو بنفسه اللي بيقول ان رمضان صبحي تقرير او التحليل بتاعه طلع مش بيتعاطى اي نوع من المنشطات، وبالتالي تم رفع الايقاف عن رمضان صبحي. طيب، النهارده ناس كتير جدا بتسألني عن رحيل محمد الشناوي. محمد الشناوي خلاص هيرحل من النادي الاهلي. ديانج باي باي، ديانج مشى من الاهلي وبشكل رسمي خلاص. اخر مباراة ليه هي كانت المباراة اللي قبل اللي فاتت، وطبعا خلاص مفيش اي مشاكل. جود باي ديانج، ونتمنى ليك اعارة سعيدة ترجع لنا ان شاء الله الموسم اللي جاي. طيب، الشناوي هيرحل لان الاهلي رفض يجدد له مقابل 150 مليون جنيه، برضه مبلغ كبير يا شناوي. 150 مليون جنيه. الشناوي قال ان في النادي الاهلي رواتب وسقف الرواتب اعلى من كده بكتير، هو يقصد طبعا علي معلول، لان راتب علي معلول اعلى من ال 150 مليون في الثلاث مواسم. فقال ان جددوا لي في الثلاث مواسم 150 مليون، يعني الموسم الواحد 50 مليون. طبعا رقم كبير شويه ولكن مش كبير على حد زي محمد الشناوي، خصوصا ان الشناوي شاف ان شوبير ابتدى يقتحم المرمى بتاعه وابتدى ان ياخد فرصه كبيره في المباريات. فالشناوي هياخد رحله كده اعاره، بيع بشكل نهائي. لحد دلوقتي الفريق او اداره النادي الاهلي او مجلس الاداره ما حددوش هو هيطلع على سبيل ايه، الاعاره او بيع بشكل نهائي. وقلت لكم ان النادي اللي اخد ديانج طبعا بدون اي مشاكل. في بعض الناس بتقول انه النادي ده تم التعاقد مع النادي الاهلي على انهم ياخدوا قفشه وياخدوا بيرستاو وكهربا، ثلاثه دول. الموضوع طبعا كبير جدا واكبر من ان احنا نتكلم فيه، لان ثلاث صفقات وديانج اربعه، شناوي خمسه، كل الناس اللي رايحه جايه دي طبعا هتبقى تقيله جدا على انك تكون فريق وعندك كاس عالم وعندك دوري الابطال وعندك دوري مصري وعندك مشاكل كتير جدا جدا او بطولات كتير جدا. فاتمنى ان الوقت اللي جاي المدرب مارسيل كولر ركز شويه، شوف مين انت اللي عايز تفرط فيه ومين لا. يعني بيرستاو انت كنت راكنه طبعا للاصابه، بس برضو من بدايه المباراه انزل بيرستاو ورضا سليم. حد عايز ينزل يثبت لك انا مين. عشان كده لما نزلوا المباراه غيروا رتم المباراه واتحولنا من مباراه فيوتشر لمهزومين لفايزين. فكانت مباراه كويسه جدا جدا. طبعا كان في هدف لقفشه في بدايه المباراه وتم الغائه. مشكله التحكيم، اداره النادي الاهلي مش ارسلت بيان ولكن اتكلمت بشكل خاص كده عن مشكله التحكيم، واي شيء هيتعرض له النادي الاهلي في الفتره اللي جايه في التحكيم هيتم رفع بيان رسمي لاتحاد الكوره وللجنه التحكيم وطبعا لاحمد دياب رئيس رابطه الانديه. طب النادي الاهلي النهارده لو كان اتعادل مع نادي فيوتشر، هل الموضوع ده ما كانش هيأثر على النادي الاهلي؟ لا، كان هيأثر وبشكل كبير. ليه؟ لان الاهلي عنده مباراة بيراميدز، لو
اتهزم المباراه دي هيبقى فرق نقطه بينه وبين بيراميدز. لكن النادي الاهلي احنا ان شاء الله الاهلي هيفوز على مباراه بيراميدز، والمباراه هتكون في المتناول زي المباراه اللي فاتت بالظبط. فاتمنى الوقت اللي جاي ان يكون النادي الاهلي في كامل قوته. ركزوا شويه يا رجاله، انت عندكم بطوله حققتوا اكتر من اي نادي مش في مصر، لكن انتوا اسياد افريقيا. طبعا بتقارنوا وبتنافسوا على المراكز العالميه ورقم واعداد البطولات. بس اتمنى في الوقت اللي جاي ان الرب يعني ربنا يوفق نادي الاهلي، وفي الانتقالات سواء من اللعيبه اللي هيجيبها الاهلي الصفقات الجديده او من اللي هترحل من الاهلي تكون مش بشكل عشوائي ولكن بدراسه وترتيب. واتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات. الى اللقاء في فيديو اخر.